تخيل الصور اللي قدامك دي لمطار الاقصر، تصميمات فرعونيه، تماثيل ضخمه، اعمده منقوشه كانك دخلت معبد. جامد صح؟ بس استنى، في مشكله صغيره. الصور دي مش حقيقيه يا معلم، معموله بالذكاء الاصطناعي على ايد مهندس معماري مصري اسمه ايهاب احمد توفيق، وكان مجرد بيتخيل شكل المطار لو اتعمل كده. انما الحقيقه لا، المطار مش بالشكل ده. اسمح لي اعمل لك ابديت لمعلوماتك واقول لك ان الصور دي انتشرت لان في ناس خدتها ونشرتها على انها رسميه، وده خلق بلبله بين اللي فرحوا بيها واللي زعلوا واتهموا الدوله على انها بتصرف فلوس على الفشخره بدل التطوير. طب ليه اصلا نحتاج صور معموله بالذكاء الاصطناعي عشان نثبت ان بلدنا جميله؟ الاقصر نفسها اكبر متحف مفتوح في العالم، مش محتاجين نزود ولا نجمل، الجمال موجود بجد. اللي عمل الصور اكيد كان بيتخيل ونيته خير، انما اللي نشرها على انها حقيقه نيته كانت ايه؟ افتكروا دايما مش كل صوره حلوه على السوشيال ميديا تبقى حقيقه، ودايما قبل ما نشارك اي حاجه نسال نفسنا هو ده منطقي؟ هو ده حقيقي؟ المصدر فين؟ لان في الاخر الخداع مش بس في الصور، الخداع في اللي وراها.